السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة رشيدة ماين. الوصفة ديال اليوم عبارة على اللحم طايب في الكوكوط على شكل طنجية. عندي هنايا كمية ديال اللحم ديال الغنمي مع 4 ديال الفصوص اولا 5 ديال الثومة، وعندي نصف حامضة مصيرة مقطعة على 4، وضويمة ديال الزعفران ذوبتها في واحد نص كاس ديال الماء صغير، الا عندكم زعفران شعر استعملوه، ونصف كاس صغير ديال الزيت البلديه، وشويه ديال الكمون، من الافضل يكون حبوب، ونصف ملعقه صغيره ديال القزبور حبوب مطحون. صافي كنحركوا الكل وكنسدوا على الكوكوط، كنخليوها تقريبا ساعه الا ربع على نار مهيله. ملي كنحلو على الكوكوط كنلقاو اللحم ديالنا طاب واقف في الزويته ديالو، والماء كيكون ناشف، ما بقاش فيه الماء. هاد اللحم بهاد الطريقه كيجي لذيذ بزاف وما تشبعوش منه. ومن الافضل يكونوا القطع ديال اللحم يكونوا كبار شويه. انا هنا عندي القطع ديال اللحم صغار، يعني فاش طابوا تفردتو كاملين كيجي طايب، وديك الثومه والحمض المصير كيكونوا طايبين كاع دايبين مع اللحم، واحد المذاق يا سلام. نتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم، واخا تكون عندكم كميه صغيره ديال اللحم، ماشي ضروري تكون كميه كبيره. تجربوه وتخليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتخليو ليا لي لايك باش تشجعوني. واللي كيشاهدني اول مره يدخل يشترك في القناه، مرحبا به، ويفعل داك الجرس اللي حداه باش يوصلو كل جديد. هنايا قدمت هاد اللحم مع فلفله مشويه ومشحره في شويه ديال الزيت البلديه، والبطاطا مبخره، ضفت ليها شويه ديال الربيع وشويه ديال البصله والزيت والكمون والبزار، كتجي حتى هي لذيذه بزاف. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.